مساء الأكشن يا أبطال، يلا بينا. بتبدأ القصة النهاردة عن حكاية عميل سري في كوريا الجنوبية. لازم يعمل مهمة في كوريا الشمالية علشان ينقذ أخته الصغيرة، لكن مش بس لأ، ضده شرطة كوريا الجنوبية، ده في ناس تانية كتيرة جدا. هل هيقدر ينفذ المهمة وينقذ أخته ولا لأ؟ ده اللي هنشوفه في قصة النهاردة. بيبدأ فيلمنا براجل اسمه يونج بيشرب مشروب في بار صغير مملوك لست كبيرة، ودي جاسوسة لكوريا الشمالية زي يونج بالظبط، عامل مخابرات لكوريا الشمالية. يونج كان في مهمة سرية في كوريا الجنوبية، ولكن في طريقه للبيت اتحاصر بشرطة كوريا الشمالية. يونج دلوقتي بقى محاصر، لكن ما قاومش خالص وقرر انه يسلم نفسه واتضرب بالنار لانهم شكوا في تصرفاته. وبعد كده بننتقل للسجن اللي فيه اخين اللي هم ميونج واخته، اتحطوا في السجن كضمان لان والدهم يونج كان في مهمة في كوريا الجنوبية. وده خلى درينج يستدعي ميونج اللي عنده 20 سنة وعرض عليه انه يحرره هو واخته لو كان على استعداد انه يشتغل عميل مخابرات لكوريا الشمالية. وبعد 3 سنين بنشوف عميل سري لكوريا الشمالية اسمه ديبر، وده من وحدة 35. ديبر مهمته انه يقضي على جواسيس كوريا الجنوبية من وحدة 8، لان الفصائل الحكومية المسيطرة عليهم ضد بعض. وعلى الجانب التاني ميونج بيوصل اخيرا كوريا الجنوبية علشان ينفذ مهمته. ميونج تم تبنيه من راجل وست هم كمان جواسيس متخفيين لكوريا الجنوبية، ومن هنا كمان بيغير اسمه لدي هو علشان يكون متنكر بشكل كامل. كان بيروح المدرسة الثانوية اللي ما كانتش بعيدة عن المكان اللي هو عايش فيه، وبعد ما قدم نفسه أمام الفصل بتاعه أخد كرسي فاضي جنب طالبة اسمها هين، وبالصدفة اسم البنت دي كان قريب جدا لاسم أخته. وخلال فترة الاستراحة شوية طلاب بلطجية راحوا ناحية دي هو، ولكن في نيتهم انهم يتنمروا على هين. واحد من الطلاب البلطجية لف دراعه على كتف دي هو، ولكن دي هو اتخلص من ايده بعنف. ومن هنا بدأوا يحسوا انه مغرور وهددوه وطلبوا منه يطلع على سطح المدرسة. والمتنمرين دول حاولوا يستهبلوا دي هو وياخدوا كل فلوسه ومحفظته، وهو كان ساعتها بيحاول يمنع نفسه من المواجهة معاهم لان العواقب مش هتكون كويسة خالص. لكن صبره بدأ يقل، خصوصا واحد من الطلاب المتنمرين دول لقى صورة لعائلته، ودي هو كان متضايق جدا وشد صورة عائلته بعنف شديد وبعدها حطها في جيبه. وكان المتنمرين على وشك انهم يضربوه. مدرس وصل على سطح المدرسة ورفضهم كلهم. ولما دي هو وصل للبيت لقى فيه طرد في الموبايل. بعد ما شغله جات له مكالمة من مارك فيها انه يقتل ديبر عميل كوريا الشمالية، وبعدين قال له يروح صيدلية وبعدها محل حلويات. ملاك المحلات دي عملاء مخابرات لكوريا الشمالية، ودول من الوحدة 8 زيه بالظبط. وهنا دي هو أخد السلاح علشان يقتل ديبر من الكيكة اللي أخدها من صاحب محل الحلويات. وبعدها جات له معلومات عن عناوين رجال ديبر، فهو راح ليهم وقابل راجل تخين ما كانش عايز يقول أي معلومات بخصوص ديبر، وبما إنه ما حدش منه أي معلومات قتله على طول. دي هو بدأ يدور في حاجات الراجل ولقى عنوان محل جزارة، وده بيزوره على طول. ودي هو راح للمحل والجزار اداله ورقة عليها رقم رخصة ديبر، وعلى وشك انه يمشي الجزار حاول يقتله، لكن دي هو هزمه وقتله فورا. وفي النهاية دي هو بينجح انه بيلاقي عربية ديبر وبدأ يمشي وراه. ولكن في الطريق السواق لاحظ ان في حد بيمشي وراه، ومن السواق بدأ يسرع في العربية جدا في محاولة منه انه يهرب من مطاردة دي هو. وبما ان الحادثة دي لفتت انتباه ناس كتيرة، دي هو ما قدرش انه يعمل حاجة غير انه يهرب من مكان الحادثة. تاني يوم في المدرسة الطلاب المتنمرين على هين أخدوها على غرفة معمل الكيمياء وأخدوا كل فلوسها. البنت ساعتها حاولت تقاوم المتنمرين وبدون قصد كده هدومها اتقطعت، ومن هنا دي هو بيقفشهم ويضربهم كلهم وبيدي لهين هدومها علشان تلبسها. تاني يوم هين ما راحتش المدرسة بدون سبب واضح. دي هو كان قلقان جدا عليها بسبب التنمر اللي حصل لها قبل كده، وهنا حاول يعرف عنوانها من الطلاب المتنمرين وهم كانوا خايفين يضربهم مرة تانية. ادوله العنوان اللي هين بتشتغل فيه، لكن لما دي هو وصل هناك بنت من صاحبتها قالت انها سابت الشغل وقررت انها تسيب المدرسة. وبعد فترة قليلة دي هو اكتشف انها غيرت مظهرها وقصت شعرها وراحت عند المدرسة علشان ترجع له التيشيرت بتاعه، وبعدين طلبت منه انه يتظاهر
الظاهر إنه أخوها علشان تتقبل في الشغل الجديد واللي بيدفع أكتر. دي هو كان فرحان إنه بيساعدها. وبعد كده هين بدأت تتكلم عن نفسها وإنها عايشة لوحدها وكان لازم تصرف على نفسها بعد موت أبوها وأمها. دي هو اتأثر بقصتها جدا مع إن ظروفه مش أحسن من ظروفها. على الجانب التاني فعلا ديبر اكتشف هوية دي هو وعرف بيته وقتل أبوه وأمه ودمر كل حاجة في البيت. لما دي هو وصل البيت اتصدم لما شاف أبوه وأمه متقتلين فيه، وكمان كان مستنيه في البيت. وهنا كان المواجهة خطيرة جدا بينهم علشان الاتنين عندهم مهارات قتالية عالية جدا، ولكن دي هو تفوق في الآخر على ديبر وقتله. وبعدين حرق بيته بالكامل اللي فيه أبوه وأمه متقولين فيه، وكمان فيه ديبر مقتول علشان يمحي أي أثر للي حصل في البيت. وبما إن ديبر مات دي هو افتكر إن مهمته كده اكتملت، وبعدين راح على دار الست الكبيرة. والظاهر كده إن أي عميل سري في كوريا الشمالية خلص مهمته في كوريا الجنوبية بيروح المكان ده علشان يرجع لبلده مرة تانية. لكن قبل ما الست تقدم لديه هو مشروب كان واقع وفقد الوعي. تاني يوم عميل سري لكوريا الجنوبية راح بيت ديهو المحروق علشان يحقق في الموضوع ده. المساعد بتاعه لقى شارة المدرسة في الهدوم بتاعة ديهو وكانت بين بقايا الحريق. وبعد ما عملوا بحث اكتشفوا أخيرا هوية ديهو الحقيقية، وعرفوا ساعتها إنه جاسوس من كوريا الشمالية اسمه ميونج. على الناحية التانية الست الكبيرة صاحبة البار أخدت بالها ديهو بعد ما فاق من وعيه وإدته أكل وشرب. وقت ما كان بياكل الوجبة حكى للست عن عائلته ووراها صورة عائلته. وهنا بتعرف الست إن ديهو ده ابن يونج الكبير، ويونج ده الراجل اللي اتقتل في أول الفيلم وهو في البار. ديهو جاله طرد فيه موبايل بيقول إن مهمته في كوريا الجنوبية لسه لم تنتهي، ومن خلال الموبايل القائد مارك اتصل بيه وقال له على مهمته النهائية قبل ما يرجع لكوريا الشمالية، وده علشان يحرر أخته الصغيرة، وطلب منه ياخد كنوز ديبر ورجالته في آخر عملية. ومارك يقصد قطعة الماز اللي تمنها 4 مليون. وعلشان يمنع ديهو من التراجع بعت له فيديو متصور لحالة أخته، ولما شاف أخته بتضحك كان مصمم إنه يكمل المهمة ويرجع على كوريا الشمالية بأسرع وقت. بعد كده ديهو بيروح على مبنى مكان لبيع وشرى ماز وضرب كل الرجالة اللي هناك، ونجح إنه يسرق قطعة الماز اللي تمنها ملايين. وبالليل رجع على البار علشان يودع الست الكبيرة صاحبة البار اللي ساعدته كتير جدا، وبعدين راح يقابل هين علشان يودعها قبل ما يمشي. وقت ما كان مستني السفينة علشان يرجع كوريا الشمالية راجل طعنه وقال له مفيش جاسوس حقر بيرجع لبلده مرة تانية. لكن لحسن الحظ ديهو كان لسه قادر يواجه الراجل ده وقتله في الآخر. وفي نفس الوقت القوات الخاصة في مخابرات كوريا الجنوبية نجحت إنها تقبض على مجموعة جواسيس من كوريا الشمالية اللي كانوا متنكيين في شكل مواطنين في كوريا الجنوبية. ومن هنا كل العملاء السريين في كوريا الشمالية وحدة 8 تم القبض عليهم بنجاح، وكمان الست الكبيرة صاحبة البار. وديهو كان قريب من المكان وشاف الشرطة وهي بتضرب نار على الست الكبيرة وقتلتها، وما كانش في ايده حاجة يعملها غير انه يبكي. وبعدين ديهو راح على بيت هين صاحبته علشان يستخبى فيه، وفعلا هين ساعدته علشان يخف من اصابته. لكن وهو نايم وتعبان شافت الاخبار في التلفزيون وبيتقال فيها ان مجموعة من العملاء في كوريا الشمالية حاليا هربانين. ومن هنا هين شافت معلومات بتقول ان ديهو من ضمن قائمة المطلوبين دول، واخيرا عرفت انه جاسوس، لكن ما قدرتش تبلغ عنه الشرطة لانه ساعدها كتير جدا. وبعد كده هين نزلت على السوبر ماركت علشان تشتري خضار واكل. فجأة ظهر هناك عميل كوريا الجنوبية اللي كان عارف العلاقة بينها وبين ديهو وسألها على مكانه، وهين كدبت عليه وقالت له انها عمرها ما شافته مرة تانية، وراح اداها الكارت بتاعه علشان تتواصل معاه علشان لو عرفت اي معلومات عنه. وبعد كده القائد مارك راح كوريا الجنوبية معاه اخته ديهو، وده علشان افتكر ان ديهو اشتغل لصالح كوريا الجنوبية. ومارك كلم ديهو في التليفون وقال له انه معاه اخته وطلب منه يقابله ومعاه قطعة الماز، وفي المقابل هيحرر اخته. وفي نفس الوقت هين سمعت المحادثة بالكامل بين مارك وديهو، وقبل ما ديهو يروح يقابل مارك ودع هين وساب لها رسالة وبيوصيها انها تاخد بالها من اخته الصغيرة لو حصل ليه اي حاجة وحشة. هين كانت قلقانة جدا وقررت
قررت إنها تتصل بنون وتقول له على وضع ديهو. وأخيرا ديهو قابل القائد مارك في موقف انتظار في مبنى، وكان شايف أخته محبوسة في عربية، وكمان هي كانت شايفاه، وكان شكلها خايف جدا وبتحاول تنادي عليه وتكلمه. وديهو طلع الألماظ علشان مارك ياخده، لكن فجأة واحد من رجالة مارك طلع سلاح وبدأ يضرب ديهو، لكن المسافة كانت بعيدة جدا علشان كده المحاولة فشلت. ولما حس إن الموقف صعب جدا حاول إنه يهرب من المكان بالعربية. ولما ديهو لقى إن أخته هتتاخد مع مارك فورا بدأ يطاردهم، لكن الشرطة وصلت في المكان. مارك ساعتها نجح إنه يهرب، وأخت ديهو الشرطة قبضت عليها، وهو كان شايف اللي بيحصل من بعيد وهرب علشان الشرطة ما تقبضش عليه. على الناحية التانية عميل سري لكوريا الجنوبية أمن المتعلقات الشخصية لديهو وهين، لكن واحد من رجالة مارك قتل العميل وخطف هين، وبعد كده كلم ديهو وهدده إنه هيقتل هين لو ما سلموش الألماظ في أسرع وقت. ديهو ساعتها كان عنده إحباط كبير جدا، ومن هنا اتصل بنان ووعده إنه هيسلم نفسه بعد ما يظبط كل حاجة، وبعدين بيترجاه إنه يكلم أخته. ولما كلمه حس إنه مرتاح شوية لأنه مفتقدها جدا، وبعدها عيط بسبب الإحباط اللي هو فيه، لكن كان لازم يكمل للنهاية علشان أخته تعيش مبسوطة. ديهو أخيرا وصل ميعاد مقابلته مع مارك، وطلع الماس علشان مارك يشوفه، لكن ما كانتش عنده النية إنه يسيبه ياخده، وده لأنه كان بيستغله علشان يوصل للماس. ديهو بعد كده رمى الماس على الأرض وضرب نار على رجالة مارك، وبعد ما نجح إنه ينقذ البنت بنجاح فجر قنبلة حضرها علشان يقتل مارك ورجالته. ولما ديهو وهين كانوا على وشك إنهم يهربوا من المكان، واحد من رجالة مارك كان لسه حي وحاول إنه يقتل ديهو، لكن حاول إنه يقاوم وقال لها تمشي من المكان فورا. على الجانب التاني بنكتشف إن مارك نجا من الانفجار وكان لسه عايش، ولكن بمجرد كان مارك على وشك إنه يقتل ديهو نان بيوصل ومعاه قوات، وديهو أخيرا نجح إنه يقتل مارك، لكن كان عنده إصابة جامدة جدا، وهاين جريت عليه علشان تنقذه وتاخده على المستشفى. ولكن في الطريق للمستشفى ديهو كان بيموت من الإصابة، وفعلا بيموت، وهاين كانت حزينة جدا. وبعدين هاين راحت لأخت ديهو علشان تسترجع الذكريات عنه. هاين حاولت إنها تحقق آخر أمنية لديهو اللي هي تاخد بالها جدا من أخته، وهي بتعمل كده فعلا وتحافظ عليها. لو حبيتوا القصة اعملوا لايك واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس علشان توصلكم كل الفيديوهات الجديدة أول بأول. دعمكم بيخلينا نجيب لكم قصص ومغامرات أكتر وأقوى. وما تنسوش تشاركوا الفيديو مع أصحابكم عشان كلنا نستمتع مع بعض. سلام يا أبطال، سلام.